هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستوديو دكتور رضوان محمد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها. نحن وانتو رح نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكم جميعا، مساء الخير. مساء الخير لك ولكل مستمعينا. حابب أشكر زملائي بالكنترول دارين ولورين. موضوعنا هو موضوع أيضا مهم كتير بيخص شريحة معينة هن النساء. طبعا موضوعنا هو الإسقاطات المتكررة. يا ترى شو بنعني بالإسقاط لغة أو اصطلاحا أو مصطلح علمي؟ شو الأسباب اللي بتؤدي للإسقاط أو الإسقاطات المتكررة؟ شو الفحوصات التشخيصية؟ شو العلاج؟ شو الوقاية؟ العديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها. دكتور، بداية شو هو الإسقاط إذا كمصطلح علمي؟ لكن حابب قبل ما نبلش رح أذكر مستمعينا للي حابب ينضم للقاء أو حتى عنده أي استفسار 429 101 هو رقمنا الأرضي. أيضا عبر الواتساب فيكم تنضموا لنا وين ما كنتوا 093 82 80 81 4. وحتى يلي برات البلد عبر بثنا المباشر بوير عربي فيكم تنضموا لنا. أي سؤال بيخطر على بالكم بخصوص الجراحة النسائية أو بما يخص موضوعنا يلي هو الإسقاطات المتكررة عبر صفحة الإذاعة بوير عربي. دكتور، لو كتعريف شو هو الإسقاط؟ أول شيء مساء الخير جميعا، بس أحب كمان بيج كردي ججنان ورز الحموكسي بيروز بين روز مبروك على الجميع. أكيد. وجميع عياد مبروك علينا وعلى شعبنا السوري كله وشعب رجافة وكل البشرية. مشكور كتير دكتور. هذا موضوع ترى موضوع كتير مهم جدا وموضوع مؤلم لكثير مرضى. بلش ندخل الموضوع عشان الإسقاطات. هو نحن بالطب فترة الحمل مقسمين ثلاث السلسلة الأول والثاني والثالث. نعم. لما يصير فقدان الجنين قبل 20 أسبوع، نحن هون على منطقة الشرق الأوسط باعتبار عناية طبية قليلة ما في إمكانية تحسين مستوى إنجاح الخدج. نعم. فنحن من 20 أسبوع تحت اسمه إسقاط. فوق 20 أسبوع صار ولادة مبكرة أو خداج يعني بريماتشورتي. بس نحن ملاحظنا هون يعني احنا لما درسنا في جامعة دمشق قالوا لل 28 أسبوع كمان بالعامية يعني 7 أشهر تحت، يعني 6 أشهر تحت كمان يصير إسقاط هون. للأسف شديد يعني الدول المتطورة حتى فوق ال5 أشهر ممكن إنقاذ الجنين. يعني الجنين لما ينزل بالشهر الخامس كمان وفوق ممكن إنقاذه. بس نحن هون لأنه صعب وبشكل عام ما تنجح معنا، فاعتبرنا نحن 28 أسبوع وتحت يعني أقل من 7 أشهر تحت صار اسمه إسقاط لنا. بس هي علميا مهجة، علميا أقل من 5 أشهر وإسقاط، فوق ال5 أشهر ولادة مبكرة. تماما. هاي بالدول المتطورة يعني. دول طبعا انتم عم تلاحظوا الحين ترى اجنه قد الكف وتنجح معنا. نعم. فنحن مشان ما حنكلف المرضى وعنايه قليله، فالاقل كل جنين اقل من 28 اسبوع نحن عمليا نعتبره اسقاط هون. تمام.
بقى الاسقاطات هاي الاشهر الاولى صارت، يعني هي صارت تقريبا 6 سنين الاولانيات يعني. نعم. كل مرأة تحمل احتمال يصير عندها اسقاط 12% من جميع البشرية. هاي نسبة ربانية. اي حمل نسبة الاسقاط 12%. في الاحيان الكتب النسائية وكتب الدراسات الوراثية بتقول حتى ممكن تكون نسبة اعلى من هيك. تمام. يعني تصل نسبة مخيفة، تصل نسبة ل 50%. نعم. بس اسمها شو؟ اسمها الاسقاطات المبكرة غير السريرية. يعني ممكن يصير حمل ويصير اسقاط قبل مجيء الدورة. هاي نسبة الحقيقية نسبة عالية جدا، يعني كتب النساء تقول تصل نسبة فوق ال 50%. نعم. معناته كل حملين ممكن حمل ينجح وحمل ما ينجح اصلا. بالضبط. فهذا اذا نسبة الاسقاطات بشكل عملي. بس الاسقاطات اللي سرية اللي نكتشفها ويبين الحمل ويكون حمل واضح نسبتها 12%. هاي النسبة العالمية بالحمل الاول او اي حمل نسبة 12%. تماما. دكتور، بأي مرض ما دائما نلجأ لموضوع العوامل المسببة، يا ترى شو هي الأسباب اللي تؤدي للإسقاطات المتكررة أو الإسقاط بشكل عام يعني؟ ما كمان التعريف بقى هو الاسقاط. اسقاط مرة واحدة ترى يعني مش ناحية طبية، نحن اسقاط واحد عادة نعطي المريضة شوية مقويات ونخليها شوي يعني نطمئنها ونخليها عادة ما تخاف، يعني ما يلزمها شيء دراسي. أكيد. بس إذا صار أكثر من اسقاطين أو اسقاط الثالث فوق 3 اسقاطات صار اسمه اسقاطات المتكررة. 3 اسقاطات فما فوق. في مرضى وضعهم خاص، مثلا مرضى اذا عمرها كبير او اذا يعني عندها يعني في عندها مشاكل ثانيه مشان موضوع الانجاب، طبعا حتى على اسقاط واحد ممكن تعمل دراسه كامله لحالها. طبعا. بس ناحيه الطبيعه عاده اذا اقل من 3 اسقاطات ما نعمل، لانه دراستها غاليه ومكلفه واحيانا ما تعطي نتيجه. او حتى تعطي نتيجه بس هالنتيجه ما فيك تستند عليها لعلاج خاص، يعني مجرد انه عرفت السبب بس ما له علاج معظم الاحيان. هذا تنجي على العلاج. أكيد. فاذا 3 اسقاطات فما فوق اسمه صارت اسقاطات متكرره. الاسقاطات طبعا مثل ما قلنا 3 اشهر الاولى او يعني ال 20 اسبوع وتحت. نعم. فوق ال 20 اسبوع علميا اسمه صار ولاده مبكره. تماما. اذا تدخل بالاسباب تماما. اذا اضطرقنا للاسباب دكتور. الاسباب بقى نبلش من الاسباب. معظم الاسباب هي مشان التصنيف، مشان المستمعين كمان يعرفوا الوضع. يستفيدوا ايضا. الاسقاطات الجزء الاكبر من حوالي 60 ل 80% من الاسباب هي اسباب صبغيه، اسباب جينيه متعلقه بتكون النطفه، تكون النطفه والبويضه، يعني تكون المضغه الجنينيه. تماما. هاي الاسباب حوالي 60 80%. منها بقى تفاصيل تبع 60%. ممكن يكون تسلس الصبغي، ممكن يكون تريزومي، ممكن يكون تشوهات صبغيه، ممكن يكون في يعني يكون في تنازلات صبغيه لا تتوافق مع الحياه. وهذا من حسن حظ المريضه انه هالجنين هذا ينزل. يعني صراحه راح تكون تشوهات كثير. لو هالاسقاطات ما تصير ممكن يكون نسبه تشوهات بالبشريه كثيره. ف 60 80% من الاسباب هي اسباب صبغيه. طبعا هي بدها دراسه صبغيه نوويه يعني. بنيجي بعدين الاسباب الثانيه اللي هي نسبه اقل، بس هذيك اللي يمكن الطبيب يتدخل فيها ويعالجها. في منها حوالي 15% تشوهات بالرحم. ايوه. تشوهات اما خلقيه مثل رحم ذو قرنين او رحم ضيق او يعني رحم طفلي. في تشوهات مكتسبه من مرض مثل التصاقات بالرحم او سابق عمليات الرحم او اورام ليفيه بالرحم. تماما. هاي كلها تخلي جوف الرحم غير قابل للتمدد وبينزل الجنين. في من ضمنها كمان قصور الفوهة الباطن لعنق الرحم. هذا اللي يكون مثلا عادة بهالسبب هذا بيكون جنين بالاشهر الوسطى والجنين بينزل بكيسه حي كامل. تمام. هذا كمان هذا الحالة هاي لها علاج. العلاج تبعه هو تطويق عنق الرحم. بس يصير مريضة تخلص 3 اشهر تعمل عملية في خيط سميك مثل ريباني. تماما. يستقر عنق الرحم بس تمام الحمل في كل الخيط هذا. هاي من الحالات اللي يمكن علاجها وبنجاح يعني. فهي اسمه قصور فوق البطن عنق الرحم. طبعا هاي لازم الافضل تشخيصها قبل ما يصير حمل. في من كمان من اسباب التشوهات انه يكون في التصاقات بباطن الرحم. هاي كمان حوالي 15%. في الاسباب الثانيه حوالي 15% يكون في انتانات. في انتانات يصيب الجنين او تصيب الام. كل مرض حموي يعني كل مرض يعني يصير حمى. هذا قصدنا. كل مرض يعمل حمى عند الام، يصير حرارته عاليه من ضمن الالتهابات الفيروسيه، حتى الحمى المعلطيه، التيفوئيد، الجريب العادي نفسه. اي مرض يصيب الام يعمل ضعف مناعه ممكن يؤدي الى اجهاض الجنين او موت الجنين. وارد يعني. إيه. في بقى نجي على الانتانات الخاصه بالجهاز التناسلي مثلا. يكون التهاب عنق الرحم، الالتهابات الحوضيه، انتان امنيوسي. ممكن مثلا مرة تعرض لأسباب جراحية مثل التهاب زائد الدودية خاصة تنفجر. أيوة. أو يكون التهاب بريتوان. أو
اي امراض بقى متعلقه بالحوض كمان ممكن تؤدي لتقلصات رحميه ويصير اسقاط عند المريض. هاي من الاسباب اللي انت طبعا بنحكي بالمجمل بشكل عام. نعم. في بعدين في حوالي 5 ل 10% كمان. طبعا نحن الاسباب مو بدقه هي النسب، نحن بنحكي نسب تقريبيه. في من ضمن الاسباب المناعيه ايضا هاي كمان الاسباب. هلا طبعا الفتره الاخيره لا يعني الدراسات الحديثه تقول انه هالاسباب ممكن تكون نسبه اكثر من هيك. من ضمنها هو انه باعتبار اساسا موضوع الحمل نفسه هو موضوع مناعي. يعني هو موضوع زرع عضو، يعني زرع نطفه جمل الرحم هو زرع عضو. تماما. الام بشكل عام الجسم المراه ما يتقبل، جسم اي انسان ما يتقبل شيء خارجي، الجسم اجنبي. فالجسم اجنبي كثير. الام اول شيء ترفض النطفه. لما يصير الحمل كمان حتى الرحم يعمل تقلصات ممكن تعمل اجهاضيه. بيجي على درجه اقوى في بقى الضاد المناعي على مستوى الخلايا او على مستوى الخلط الدموي، يصير الضاد تفرز ضد الجنين. في من ضمن هالاسباب هاي تعمل تخثر ضمن المشيمه، يصير احتشاء المشيمه. ممكن تكون اضداد الفوسفوليبيد، ممكن اضداد كارديوليبين. هاي من الاسباب المناعيه. طبعا هاي كمان ممكن تشخيصها، وحاليا نعطي كثير مرضى معالجه وقائيه حتى لو ما تشخص معنا بدقه، نعطي مميعات. نعم. مشان ما يصير تخثر دموي ضمن المشيمه او ضمن اوعيه الجنين. يعطوا اسبرين، بس الادق منها والاصح انه تنعطى المريض ده هيبارين او ينعطى كليكسان. هاي مميعات عاليه الجوده، ذرتها بقى لا تتجاوز المشيمه، ويصير تنمية كاملة عند المريضة ويعطيه ترويج جيد للجنين. في أسباب أخرى، أسباب المتعلقة بالتدخين مثلا. التدخين أكيد له علاقة بإسقاط التدخين. شرب القهوة بكثرة، نحن ما نخوف المرضى، بس يعني أكثر القهوة تعمل تسرع نبض، هي من المنبهات. طبعا إذا الإكثار منها كمان تعمل زيادة الفعالية الرحمية. فيعني أكثر فنجان قهوة باليوم ما يصير تقريبا. في من ضمن الأشعة، تعرض الأشعة، تعرض المواد الكيميائية، تعرض للستريس، الشده النفسيه ايضا. طبعا هاي اسباب نادره، بس مع بالجمله هي اسباب. اكيد هي اسباب تندرج تحت الاسباب. يعني من ضمن الاسباب اللي ذكرها طبعا هاي ممكن نحطها ندرجها تحت البند الاولاني، هي التشوهات الجنينيه. الجنين مثلا استسقاء الراس يكون عنده جنين مشوه، عنده قيله سحائيه، قيله دماغيه. طبعا هذا كمان تندرج ضمن الاسباب الوراثيه الصبغيه. هذول كمان طبعا اسباب الاسقاطات هي. نعم. بس هالاسقاط هذا بيكون لصالح المريض يعني. اكيد. نعم. هاي بالمجمل الاسباب. تمام دكتور، حكيته من شوي انه يجب انه يتشخص المرض قبل، مثل الحاله اللي ذكرتوها انه الجنين لما بيسقط هو مع كيسه. دكتور، الاجراءات اللي عم تتخذوها كاطباء نسائيه لتشخصوا هالمرض هذا لهالحاله، شو الفحوصات التشخيصيه عندكم والاجراءات؟ بشكل عام تيجي المرضى. اول شيء المرضى بشكل عام الحمد لله في وعي عند النساء تبعنا. يعني اول ما يصير حمل طبعا بشكل عام عندهم طبيب خاص فيهم، يعني يشوفوا دقات قلب الجنين، طبعا وضع الجنين. المريضة اللي يصير الاسقاط، شو الاسقاط؟ اول شيء بدا بعلامات يصير عند المريضة مغص، اهم شيء التقلصات والنزف، هاي اخطر شيء فيهم. طبعا بمجرد يصير هالحاله عند المريضة، المريض تراجع الطبيب تبعه بيشوف وضع الجنين. عادة يكون جنين بالمرحله المضغيه لثلاث اشهر، يعني ثلاث اشهر الاولى حوالي، نحن بالناحيه النسائيه بنقول بالاسابيع. 12 اسبوع الاول بشكل عام صعب تشخيص اي شيء للمريض، يعني مشان نكون مرضانا واضحين وصريحين معهم. يعني للاسف الشديد تشخيص كتير التشوهات وتشخيص الوضع الجنين، ومن ضمنها اكد على المرضى تشخيص الجنس الذكر والانثى ايضا قبل 3 اشهر مستحيل. نعم. الا تاخذ شقفه من الجنين تفحصه تماما. حتى لو ايكو عنده ترامب كمان ما راح يطالع يعني مشان يعرف المرضى. يعني صار بقى عندنا بدل بعد 12 اسبوع طالع ممكن بقى يبين تفاصيل الجنين، حتى اصابعه يبين اعضاء التناسليه، يبين تشوهات. طبعا تشوهات نحن نسميها جروس انوماليز، يعني تشوهات مثلا بالراس بارزه، يعني امامه تشوه ضمن احشاء كمان صعب يبين. تشوه بالثقب بالقلب كمان صعب يبين. تشوه يعني، اما تشوهات الهيكليه الكبيره ممكن تبين. وفوق ال 16 اسبوع، طبعا 16 اسبوع نحن يعني الشهر الرابع يبين حتى الجنس بوضوح بشكل عام، خاصه اجهزه الايكو الدقيقه. نعم. طبعا هذا نحن هاي الناحيه الشكليه. اما الناحيه العمليه بالدول المتطوره في نحن طبعا الفحوصات غير متوفره عندنا اطلاقا. اكيد. من ضمنها انه المريضه خاصه متعرضه للاسقاطات المتكرره بياخذوا عينه من السائل الامنيوسي، اسمه فحص السائل الامنيوسي وزرع خلايا السائل الامنيوسي. هاي الخلايا الموجوده بالسائل الامنيوسي من ضمنها تكون خلايا المتوسفه، يعني الجنين جاي من قشره الجلد المريض. نعم. الطفل الجنين هاي بفحصوها في ملونات خاصه مناعيه، بيشوفوا اذا في مشاكل صبغيه، بيشوفوا اذا في يعني مشاكل مناعيه، بيبين بالزرع السائل الامنيوسي.
هاي طبعا دول العالم بشكل عام دراسة متوفره عندهم، بس دراسه معقده ومكلفه. مكلفة. وكثير مرات يطلع الدراسه يقول الطفل معه كذا، ما تقدر تعمل شيء يعني تماماً. ما ينعملوا شيء. اكيد. فهي دراسه صبغيه هي. الناحيه العمليه، نحن نيجي على الناحيه العمليه، عندها بس تيجي مرضى تكون عندها نزف، تفحص حال شوف الجين، اذا الجين شكله العام كويس ووضعه كويس، المشيمه ما في انفكاك ودقات قلبه كويسه ومتوافق مع سن الحمل، ومريضة ما عندها مشاكل ضغط سكري، هذا طبعا رح نذكر هلا كمان. تعالج، تاخذ ادويه توقف النزف، تاخذ مقويات، تاخذ ادويه طبعا من ضمنها ادافول، فوليك اسيد، هي مضاد الشهاد، وترتاح. اذا ترافق مع النزف مغص، طبعا هاي اسمها تهديد الاسقاط. كل مريضة يصير عندها نزف او مغص 3 شهور الاولى اسمه التهديد بالاسقاط، اسمه ثريتند ابورشن. هاي من الحالات النسائيه المزعجه، بدها دراسه يعني. بس هي تهديد الاسقاط مريضة لازم تحدد فعاليتها وتكمل علاجها وتضل بقى تكمل ايامها، ونشوف تطور الجين، على هو تطور الجين تكمل حملها ان شاء الله. اكيد. حابب اذكر المستمعين للي عم يسمعونا وللي عم يشاهدونا، انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بامراض النساء وجراحتها. موضوعنا هو عن الاسقاطات المتكرره. للي حدا عنده اي سؤال فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الارضي 429 101، عبر الواتساب 093 82 80 81 4، ايضا عبر البث المباشر عبر صفحه الاذاعه بوير عربي. اي سؤال بيخطر على بالكم بمجال النسائيه بوير عربي فيكم تنضموا لنا. دكتور، حكينا انه موضوع الاسقاطات، يا ترى طبعا اكيد النسب رح تختلف بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة. يا ترى نسبة الاسقاطات بشكل عام او بالكتب اللي انذكرت لو تحكي لنا عنها. بس انا جاء على بالي موضوع احنا حكينا اسباب الاسقاط، من ضمن اسباب الاسقاطات طبعا هو السكري عند المراه، السكري الحمليه، ارتفاع التوتر الشرياني، امراض القلب الام، يعني هاي نسينا يعني هلا ذكرناها يعني حلو كثير. فمن ضمن المريضه اذا عندها اي مرض مزمن لازم تعالجه قبل الحمل، او مثلا مرض مزمن ما في له علاج شافي كامل اثناء الحمل تضبطه، اسمه كنترول يعني تضبط تماما. مثل ما قلت لك نسبه الاسقاطات بالعالم، نسبه الاسقاطات الحقيقيه اللي ما بتنكشف فوق ال 50%. مؤكد. اللي بتنكشف يعني يكون جنين بينه وبين حمل ودقات قلب، هاي نسبتها 12%. اللي اذا صار اسقاط الثاني مره اسقاط نسبته 19%، هاي النسبه العالميه هاي يعني. نعم. اذا صار اسقاط ثاني مره ثالث مره نسبه الاسقاط تصير 49%. عشان تعرف شو قد الموضوع يعني. كل ما لا يصير يصير اسقاط. من هيك المريضه اللي عندها 3 اسقاطات صار يعني ترى عندها يعني احتمال ثالث اسقاط فوق ال 50%. اكيد. فمن هيك بدها دراسه كامله. نعم. نحن نيجي على الموضوع الاسقاطات بشكل عام. ما في امرأة بالعالم إلا عندها إسقاط يوما ما، بس المشكلة بقى هو الإسقاط الحمل الأول. الحمل الأول يعني له تأثير نفسي صعب جدا على المرأة، يعني أحيانا شيء مؤسف جدا يعني. هل واحد عنده ولدين ثلاثة وصار حمل وإسقاط شيء طبيعي يعني. ما كثير تهتم فيه. بس إذا إسقاط مرة مرتين ثلاثة وما صار حمل، هي بقى مرة تصير تندرج ضمن مرضى العقم البدئي، ولو يعني حملت بس صار ضمن مرضى هذيك دراسة كاملة. نعم. الحاجة لدراسة المريضة الأفضل إذا صار إسقاط مشان ما يتكرر مع الإسقاط بعد يعني هل الحمل انتهى. طبعا بالطب ناحية الطبية، ناحية الطبية الإجرائية، صار نزف عند المريضة أو توقف دقات قلب الجنين أو صار اسمه إسقاط. بالطب العادي الطب الحقيقي ما في اسمه إسقاط تام. لازم كل مريض عنده إسقاط يتنظف الرحم لأنه ده البقايا مشيمية. نعم. بس نحن مجتمعنا بصراحة نحن يعني حتى أنا بقول لك علميا هيك، بس نحن نظريا علميا عمليا ما نعمل هيك. نعطي فرصة للمريض، نعطيها مقبضات الرحم، نعطيها مضادات حيوية، ونتابع فترة حتى يتنظف رحم لحاله. مع إنه هي ناحية علمية لازم تعمل كورتاج، بس الكورتاج يعني سمعته سيء عند المرضى. مع إنه نحن نطمن هذا منبر علمي نقولون الإسقاط لما يصير عند المريض إسقاط وتكون ناس في الأفضل تعمل كورتاج. والكورتاج هو تنظيف الرحم بآلات طبية خاصة ومعقمة، والمرضى لا يخافوا كمان. بطانة الرحم تتجدد كل شهر، يعني ما في واحد يعمل كورتاج وتضرر يعني مشان ما يخافوا يعني. تنظيف رحم وبعدين دورة هاي تنظف بطانة الرحم كمان، تجدد بطانة الرحم ترجع طبيعي. بس إذا المريضة ما توافق هاي شيء ثاني. طبعا. المريضة اللي صار عندها إسقاط الأفضل 6 شهور لا تمتنع عن الحمل. تمتنع عن الحمل، تعمل دراسة كاملة من ضمنها تاخذ مقويات ادافول، فوليك اسيد هذا مضاد التشوهات العصبية، وتاخذ كالسيوم ومقويات مشان فقر الدم. وبدها تعمل دراسة كاملة خاصة ضغط عنق الرحم، شو اذا في امتحان عنق الرحم فيروسي او التهابات مشان تعالجه، مشان يكون سبيل التناسل يكون نظيف قبل. اكيد. الافضل تضبط الاباضة تبع الزوج، كمان ياخذ ادوية مقوية. الافضل كمان يمتنع عن التدخين، عن اذا في تعرض للاشعه، المواد الكيميائيه، للرصاص.
تعرض للشده النفسيه، العوامل هاي قدر الامكان تخفيفه. في عوامل احيانا مرض يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ما في يعني اذا واحد بجوب يعمل وين نروح يعني. صح. فالافضل يعني اللي نحن قصدنا على الشغلات اللي تقدر تتهيأ عليها الظروف. بس هي تدخن فيها توقف الدخان بصراحه أكيد. اما والله نضيف لها الجو صعب نضيف لها الجو. اكيد. هاي في دراسات ثانيه انه تعمل في مرض اسمه تورش، مو مرض، هو مجموعه الفيروسات اللي تعمل اسقاطات. تورش توكسوبلازموز، ايوه. ار روبيلا الحصوه الالمانيه، سي سيتوميغالو فيروس الحمى المضخمه للخلايا الجمجمه. نعم. وفي ثاني هاتش هربس، مرض فيروسي. هربس بقى في من ضمن هذا الحلق المرض الفيروسي. نعم. وفي من ضمنها كمان السائلين التناسليه. أيوة. هذا لازم تنظف منه تماما اجباري، لازم تنظف منه يعني تعمل هالتحاليل، في لها تحاليل متوفره بالخامجي كمان. نعم. تعمل دراسه كامله لهالفيروسات. هالفيروسات ترى ما لها علاج، بس يصير حمل حتى العلاج تبعها يضر الحمل، مضاد فيروسي اكيد. فالافضل تعمل دراسه له حتى تتاكد من خلوها من الفيروسات. الجراثيم طبعا لها علاج، الجراثيم القراحه وهدول لها علاج خلال فتره التيمون. المضادات الفطريه تاخذ مشان مضادات البيض مشان تريكوموناز. نعم. ضل الفيروسات هاي التورج اللي قلنا لها لازم تعمل دراسه، تعمل تحاليل لهم، في تحاليل متوفره تتاكد هل التحاليل له فائده انه يبين اذا كان الاسقاط السابق كان سببه هو. تماما. ايه مثلا توكسوبلازموس، كل من واحد من مثلا توكسو هو هذا اللي عم يقولوا عنه يعني مرض القطط. نعم. مع القطط مساكين مظلومين منه. توكسوبلازموس هذا كل تحليل منه، في تحليل اسمه اي جي ام واي جي جي. ايوه. اي جي ام يبين اذا اصابه حاده هلا، واي جي زي تبين اذا كان عنده اصابه سابقه مزمنه او سابقه. ونفس الشيء روبيلا تبع الصلاه، ونفس الشيء تبع السيتوميغالوفيروس، نفس تبع الهربس. فتعمل دراسه طبعا شوي تكلف هي شوي غليو هلا، بس تعرف حالها انه كان الاسقاط السابق هذا السبب كان ولا لا، واذا هلا لا زال مرض عندها ولا لا، وتاخذ علاج قبل ما يصير حمل. علاج طبعا مضادات فيروسيه تاخذهم، معظم المرضى يتيبوا تماما. يتهيأ جو نظيف للرحم. الموضوع الثاني كمان هل ذكرنا كمان موضوع من اسباب الاسقاطات، الاسباب الغديه، غدد الصماء، الهرمونات هاي. نعم. كمان راحت علينا امراض الغدد. عند كثير نساء عندهم القصور الطور اللوتييني. الدوره عند المراه نصين، النص الاول قبل الاباضه اسمه الطور الاستروجيني او الطور التكاثري. نعم. والطور الثاني طور البروستروني او الطور الحملي او الطور الافرازي. هذا الطور عاده لازم يكون 14 يوم عند كل نساء العالم. هذا الطور ثابت من اليوم الاباضه للدوره الجاي. هاي الدوره احيانا تكون مرضى قصيره اقل من 11 يوم. هذا طبعا كثير مرضى يعني ما يبين يعني هو مو مرض هو، بس لما يصير اسقاط لازم الطبيب ينتبه والمريض كمان تنتبه. من هيك كثير مرضى نعطيهم المثبتات. هاي المثبتات مش هاي الشغله هاي. في كثير مرضى يجوا يعني قبل ما يصير حمل نعطيهم هالدواء هذا، يقولوا ما صار اعطيتني مثبت. قصدنا هذا هو نعطي بروجسترون لدعم الرحم. أيوة. هذا لدعم الطور اللوتيني، الطور اللوتيني والطور تعشيش الجنين. تماما. فمن ضمن الاسباب الهرمونيه، من ضمن الاسباب الهرمونيه كمان الغدد الدرقيه. ايضا كثير نساء يجوا عندهم غدد درقيه ما في مبين، ما في هالسلعه الدرقيه، ما في الضخامه، وحتى يطلع تحليل طبيعي كمان. أيوة. في شيء اسمه قصور الغدد الدرقيه اللا سريري يعمل اسقاط. أيضا. مرة مرتين ثلاثة سقط ما يبين أي سبب عندها، آخر شيء لما تأخذ هرمون الغدة الدرقية التروكسين تكمل حملة. فانتبه لهالغدة. وفي بقى من دون هرمونات ثانية، هرمون الحليب، هرمون التستوستيرون، هرمونات ثانية كمان لازم نحسب كل هرمون على هو علاجه ونعطيه العلاج تبعه على هو السبب تبعه. فهي بتعملها دراسة كاملة. كمان من ضمن الأسباب كمان مميعات، تأخذ مميعات فترة قبل الحمل حتى كمان، مشان يعني لوحظ إنه من الأسباب اللي بشكل عام يعني علاج الأمراض التمييع يخلي التروية بالأعضاء، تروية الأعضاء جيدة. فمن ضمنها تروية الجنين يصير كويسين. حلو. في علاجات حديثة يعملوا كمان، يعطوا الكورتيزون، بريدنيزون. طبعا الكورتيزون هو السيء السمع عند المرضى، بس الكورتيزون من الأدوية الطبية يعني نص الطب كورتيزون ونص الثاني هو اسبرين والبنسلين. حقيقة هاي أسلحة الأطباء هي بالعالم. نعم. إذا يعني أحسن استعمالها مثل ما نقول بالعربية الفصحى يعني كل دواء يعني الكورتيزون بصراحة مو الكورتيزون 3/4 العالم حتى الكورونا أعطوه كورتيزون. فالكورتيزون من الأدوية المساعدة يعني. فمن ضمنها كمان المرضى عندهم يصير عندهم اسقاط ما يبين أي سبب عندهم. طبعا من ضمن الأسباب ذكرنا أسباب أحيانا ما يبين أي سبب. طبعا الاسباب المجهوله ينعطى كورتيزون، يعطى بريدنيزولون 5 ملغ من 5 ل 20 ملغ. طبعا هي جرعه خفيفه، بس جرعه خفيفه فعاله جدا، وينعطى للمرضى حوالي 3 اشهر. تاثيراته الجانبيه طبعا قليله، بس بالنسبه للمريضه بدها حمل عنده تحمل تاثيرات الجانبيه. نعم. يعني مشان المرضى يفهموا اخوتنا المرضى يعني انه لما نقول في تاثير جانبي للدواء، دواء ما له تاثير جانبي بالعالم ما في.
طبعا. المرضى يقرأوا الروشتة تبع الدواء، يقول يا دكتور هذا من كذا. الدواء الوحيد اللي ما له تأثير جانبي هو نعم. مصنفين الأدوية بالعالم مصنفين وبي وسي ودي واكس، تصنيف الأدوية بالعالم. نعم. هاي خاصة صنفوها مشان الحوامل. تصنيف بصراحة ما في أي دواء تصنيف غير آف هو الماء. التصنيف الثاني تصنيف بي معظم الادويه المتوفره، مثلا البنسلينات، سيتامول، هدول تصنيف بيني. تصنيف سي الادويه بقى مثل ادويه المعده، ادويه القرحات، هدول يعني هدول ايش صار تصنيف شوي ادخل. تصنيف دي طبعا هالادويه ما يعتبر مثل حب الشباب، هدول مثل الريتان، هدول التصنيف دي. تصنيف الاكس هذا الاخطر شيء هو الادويه الكيماويه اللي عطى السرطانات. فمشان يعرفوا المرضى انه الادويه كلها، يعني الاطباء يعرفوا الدواء له تاثيرات جانبيه طبعا. بس كل دواء يلزم يعني حتى المعالجه الكيميائيه مزعجه بس يلزم المرضى اكيد. فمن هيك كمان على الموضوع البريدنيزولون، يعني على الكورتيزون، المرضى في بعض الحالات حتى زملائنا بالشام يسترجعوا يعطي، بس نحن في الخارج ما نسترجع بصراحه. لانه المريض يروح يستشير كل العالم ما يستشير الاطباء. اكيد. بالشام مثلا اذا طبيب الشام اعطاها خلص نكيف عليه، يقول له الدكتور اعطاك. فمن ضمن الادويه ينعطى للاسقاطات المتكرره عندها بريدنيزولون، ينعطى ادافول، وينعطى لمثبتات الحمل. هي على الادويه. تماما. الدكتور حكيتوا شوي بشكل موسع عن العلاج. بعد العلاج يا ترى دائما بلقاءاتنا بنركز على موضوع النصائح الوقائية، وهدفنا هو عبر منبر بوير دائما او عبر منبر برنامجنا بنختم حلقتنا او لقاءنا او موضوعنا بنصائح وقائية. من ضمن ذكرت كتير ملاحظات هي مهمة كتير للسادة النساء، ولو للي عندهم اسقاطات او حتى الحوامل اللي عم يصير معهم حمل اول. يعني نختم حلقتنا، او اذا ضلت اي معلومة كمان حابب تتطرق لها كمان، لكن بدنا نختم لقائنا بنصائح وقائية لحتى لسلامة المرضى، لسلامة السيدات. هو بصراحة أهم شيء دائما، أنت أكيد مر عليك عنوان كتاب اسمه الغذاء لا الدواء. نعم. نحن بقى الغذاء والهواء. اللي مرضى تقدر على حالة تجيب هواء نظيف ما تدخن، تبتعد عن المواد الكيميائية. الموضوع الثاني تبتعد عن الملوثات بشكل عام. الأدوية فيها تاخذ بس فقط أدافول، فوليك أسيد، هذا عيار 50 ملغ تاخذها حتى وهي مو حامل. ما دام عندها مشروع حمل خلال 6 أشهر جاية تاخذ هذا حبة يومين، مشان هذا له فعالية أكيدة من الوقاية من التشوهات العصبية. ممكن التشوهات العصبية وقاية فعالية أكيد 100%. يعني الفوليك أسيد هي 5 ملغ. إذا عندها مثل ما قلنا أي انتانات، أي شيء مثلا انتانات جهاز تناسلي كمان تعالجهم هالفترة. حتى كمان موضوع ثاني كمان، بدأ يصير عندها إسقاط يعني لا تيأس، يعني تكل على الله، يعني هو حظه هيك يعني تيجي غير مرة. وبشكل عام كمان حتى لو صار إسقاط عند المريضة لازم تعرف إنه هالبذرة ما كانت صالحة، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى اختار لا، الله سبحانه وتعالى يختار الجنين الأحسن. نعم. يعني لو هي عرفت بالغيب انه هالجنين هذا كملت وطلع جنين مشوه او تشوهات، يعني في احيانا تشوهات عجيبه بالاجنه. نعم. يعني لما يصير بقول لك، قلنا لك 60 ل 80% من الاسباب هي اسباب صبغيه، يعني تشوهات خلقيه غير مرئيه ما بتنشاف، يعني غير قابل للحياه. نعم. فحتى لو صار اسقاط لا تزعل، وتتكل على الله وتعمل دراسه اللي تقدر عليه، وتعالج الانتانات، تعمل دراسه تبع الهرمونيه، دراسه تبع تورج الفيروسات، وتتكل على الله تحمل غير مره كمان. اكيد. وكل سبب له، يعني كل سبب له علاج ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا دكتور. كاطباء نسائيه دكتور بتستشيروا اطباء جراحه بوليه كالنصف الثاني من مثلا احيانا، لانه في امراض بتتعلق بالرجل ايضا، احيانا تكون انتهاء انتانات، جهاز تناسلي عند الزوج او امور اخرى بتتطرقوا لها دكتور؟ والله شكرا انك ذكرت الموضوع هذا، كان يروح علينا هذا مهم كثير يعني حتى رقبه النساء. لا هو صراحه انا يعني ملحوظ كمان مثل ما البويضه بذره المراه تعبانه، بذره الرجل حنكون تعبانه. الرجل عنده انتهاءات مستقره، عنده دوالي، اللي مثلا ياخذ ادويه مدخن بشده، اللي يعني استخدامات مشوهه، هذول ممكن يعني يضروا كثير. يعني لاحظها في بعض اخوتنا اللي يشتغلوا بالحراقات عم يصير يعني أيضا يتاخر الحمل او يصير حمل ويصير اسقاطات عندهم. فهذا موضوع كمان الرجل لازم يتعالج عند دكتور جراحه بوليه من زملائنا، ويعني ياخذ نصيحه كامله وعلاج كامل قبل ما يقدم على الموضوع الحمل، يعني حتى ما مريضه كمان تتضرر بالحمل 3 شهور ويصير اسقاط وتعب وتعرض للجراحه. موضوع ثاني كمان موضوع يعني طبعا الطب فيه تعاون.
المريض طبعا اللي عنده مشكله غديه كمان زملاء اطباء غده الصم يعالجوا السكري تبعه، اذا عندها سكري حملي يضبطوا لها السكر بالانسولين، اذا عندها ضغط اطباء الكليه او الاطباء الداخليه والقلبيه يضبطوا لها الضغط تبعها، اذا عندها مرض داخلي كمان لازم تعالج منيح يعني. كل مرض بالحمل عنده سير خاص يعني، لازم طبيب داخلي كمان بتعاون معه مريض تكمل حمل القلب مثلا او كذا يعني. كله هذا بده علاج خاص، بده متابعه لنهايه الحمل ان شاء الله أكيد. باذن الله تعالى. بتشكر كتير الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها، على هالمعلومات القيمة واللقاء الجميل. ألف شكر لكم دكتور. شكرا لك، من كثر ما حلقاتك حتخلص بسرعة والله. على عيني والله. شكرا كثير لكم دكتور. بتشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر. بنتمنى أنه استفدتوا من هاللقاء مستمعينا ومتابعينا. للحلقة الجاية والأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.